صناديق الاستثمار كل البني ادمين اللي في الدنيا بتسالني عليها، علشان على طول بقول انها بديل جيد جدا للشهادات، بل في بعض الاوقات افضل من الشهادات. قلنا نتكلم عن صناديق الاستثمار ونجاوب على كل اسئلتكم في صناديق الاستثمار، فنجيب بقى حد خبير واشطر مني بكتير في حته صناديق الاستثمار دي. جبنا صديقي العزيز احمد مرشد، منورنا هنا وعملنا له كوبايه شاي. خد يا ابني كوبايتك يا ابني. بس ازيك يا مرشد، عامل ايه؟ الحمد لله. بس مرشد على المستوى الانساني كمان هو صديق شخصي مقرب جدا جدا، بعيدا عن انه كمان صانع محتوى انا بتفرج عليه من زمان من زمان من زمان. بنتعلم منك. لا العفو يا بيه، لا لا لا, لا يا نهار اسود. المهم نخش بقى في الموضوع على طول. يعني ايه صناديق استثمار؟ طيب نقولها بالتعريف البسيط شعبولي ولا شعبولي؟ طيب ما هو انا عشان نقولها شعبولي لازم الاول نقولها بالشكل الصح. قولها بالشكل الصح. الناس ما بتفهمش كلمه وعاء مالي مشترك بيتشارك فيه مجموعه من المستثمرين نفس الاهداف الاستثماريه، كلام مجعلص يعني. فاحنا هنتوقع كده او نتخيل يعني ان صندوق الاستثمار ده عامل زي اتوبيس، تمام؟ الاتوبيس ده هيوديك لهدفك، هيوصلك لجهه معينه. فانا بركب الاتوبيس عشان انا ما بعرفش اسوق، مش عارف انزل السوق، الطريق بتاعي اللي انا بمشي عليه ده هو السوق. ممكن الطريق يبقى سالك ليه؟ عشان انا ماشي على جنب الطريق، واخد بالي، فبشتغل في الحاجات اللي ما فيهاش حاجات مكلكعه. بس لو انا ما بعرفش اسوق وانا خلاص بقى ماشي طول الوقت جنب الطريق وعايز اطلع مد شويه، هخرج بقى بره حته الشهادات والحاجات البيزك اللي الناس متعوده عليها خالص، وهبتدي امشي في الطريق، ابتدي ادور على حاجه اسرع شويه، حاجه تكبرني، فاروح ابص للذهب، اروح ابص للعقار، اروح ابص للاسهم وهكذا. الاتوبيس هو صندوق الاستثمار اللي الناس بتركب فيه او بتحط فلوسها فيه. كل اتوبيس رايح وجهه معينه. الاتوبيس اللي بيمشي بالراحه وماشي على جنب الطريق ده اتوبيس اسمه اتوبيس الصندوق النقدي. ليه؟ لان الصندوق النقدي ده اللي احنا هنشرحه واحنا جايين يعني، بس الصندوق النقدي قليل المخاطر، ما فيهوش مخاطر، زي حساب التوفير. الراجل اللي عايز يطلع يغامر ويجري وياخد الطريق ومركب بقى الكاوتش العريض عشان ياخد المطبات بسرعه، ده اللي بيحط فلوسه مثلا في صندوق استثمار اسهم، بس ده طريقه اطول شويه، تمام؟ ومين بقى السواق؟ السواق اللي هو عم حسنين ده هو الفند مانجر اللي بيوديني للوجهه بتاعتي اللي انا عايز اروحها. فند مانجر ده اللي هو مدير الصندوق. ايوه، راجل سواق محترف بيعرف يتعامل مع الطريق، لو الطريق فيه ملفات هيعرف ياخد باله منها. ولازم السواق بتاع الاتوبيس ده يبقى مرخص من الجهه اللي بتديله الترخيص عشان يعرف يسوق، واللي هي في حالتنا هنا الهيئه العامه للرقابه الماليه. حلو قوي. يعني هنيجي للسواق قدام او مدير الصندوق قدام، بس انا عايز اعرف، انت كده بتقول لي انه الصناديق دي انواع كتير. حلو. ايه انواع صناديق الاستثمار؟ بص، انواع صناديق الاستثمار كتير جدا. لو احنا بنتكلم على مستوى مصر حاجه، ولو بنتكلم على مستوى العالم حاجه ثانيه. خلينا في مصر، بس خلينا في البلد اللي احنا قاعدين بالزبط. فيها. وعشان معظم الناس اللي بتشوفنا، انا عارف ان في ناس كمان بتشوفنا من السعوديه بقى والامارات وامريكا والكلام ده كله، فاللي انا بقوله ممكن ما يبقاش جديد قوي عليهم لانه متعارف عليه في البنوك. بس صناديق الاستثمار الشائعه في مصر بشكل مبسط جدا، الأكثر شيوعاً واللي هو مرمي في كل حتة، صندوق الاستثمار النقدي. ده صندوق بيستثمر في حاجة اسمها أذون الخزانة. دي أداة دين قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية. الحكومة بتستلف بيها على المدى القصير، عايز أمول حاجة بسرعة وعايز فلوس بسرعة تجيلي وارجعها في وقت قصير، تروح وزارة المالية طالبة من المركز ان هو يصدر حاجة اسمها أذون الخزانة، واي حد ينفع يشتريها. بس الصندوق ده بقى بياخد يلم أذون خزانة 3 و6 و9 و12 ويفضل يشتري في كل العطاءات وهكذا بناء على الكاش اللي جايله، وبيجمع أذون الخزانة، بوكيه أذون خزانة جوه نفس الصندوق، فالناس تقدر تدخل وتخرج منه عادي. ده أكثر الأنواع شيوعاً. وجي بعد كده حاجة اسمها صناديق استثمار الأسهم، اللي هو الطريق السريع اللي احنا بنتكلم عليه. بس صناديق استثمار الأسهم بدل ما أنا النهاردة بجيب سهم CIB أحطه جوه صندوق، وسهم الشركة الشرقية للدخان أحطه جوه صندوق، وسهم جهينة وسهم فوري وسهم إي فاينانس، أجمع شوية أسهم جوه صندوق وأرجهم كده، هيطلع لي من جوه حاجة اسمها وثيقة الصندوق. وثيقة الصندوق دي بتبقى متحملة بكل الأسهم اللي احنا قلنا عليها دي، بس متقسمة بتقسيم معين، وبرضه بيبقى ليها فند مانجر متخصص. ده تاني أكثر الأنواع شيوعاً. في بعد كده عندنا صناديق حاجه اسمها ادوات الدخل الثابت، اللي بتستثمر في نفس الحاجه اللي احنا قلنا عليها في الاول، اللي هي اذون الخزانه، بس الفورم الاطول منها.
اللي هي ايه السندات والصكوك والتوريقات والحاجات دي كلها، ودي ما عليهاش اقبال كبير قوي في مصر وعددها قليل جدا. وفي انواع تانية اسمها صناديق متوازنه اللي هي بتبقى جامعه ما بين اول نوعين اللي احنا قلنا عليهم، ما بين النقدي والاسهم 50-50 60-40 حاجات زي كده. ده بيبقى عند الناس اللي هي ايه عايزه تروح ناحيه سنه كابيتال انكريز او زيادات في الفلوس بشكل حلو، بس تبقى الزيادات دي مضمونه ومتامنه عشان جزء كبير من الصندوق بيبقى برضو في فيكسد انكم او ادوات دخل ثابت. يعني دي كده الانواع الاكثر شيوعا. وطلع لنا بقى البيبيز اللي طلعت في السوق اللي بقت عمالقه دلوقتي، اللي هي صناديق الذهب. صناديق الذهب بتستثمر في الذهب فيزيكال، زي ما حضرتك بتروح تشتري الذهب من التاجر، هي بتوفر لك وسيله امنه ومقننه ومشرعه وتنفذ كل معاملاتك بيها بشكل فورمال جدا. وقريب هنبتدي نشوف الصناديق الاستثمار العقاريه اللي لسه هسأل عليه في العقارات. حلو قوي، عشان انا بتسال اصلا كتير جدا على الصناديق العقاريه دي. وانا والله انا شخصيا يعني ببقى عايز، انا عايز الصندوق يطلع من رمضان يعني، وبس الشغل عليه كتير. يعني برضو عشان ابقى واضح معاك، صناديق الاستثمار العقاريه في اكتر من شركه مقدمه. احنا يعني ازيموت وحالا كانوا مقدمين على اول صندوق، وده اللي حصل بيه كوميونيكيشن خلال الفتره اللي فاتت من رمضان تقريبا. والشركات بتاعت الفراكشنال اونر شيب برضو طلع بصناديق، وفي شركات اسيت مانجمنت ثانيه طلع بصناديق. انت عندك ناوي وسيف وفريده والحاجات دي كلها هتبقى صناديق استثمار عقاريه، تمام. وتقدر ان كل الناس تكتتب عليه من اي حته، بس في الاغلب هيبقى صندوق حالا وازيموت العقاري ده هيبقى اول صندوق هيطلع خلال الفتره اللي جايه. يعني انا عارف ان هو في الخطوات النهائيه بتاعته في الهيئه العامه للرقابه الماليه، فاحنا قبل اخر السنه دي هنشوف كده صناديق عقاريه. ازاي الارباح او العوائد بتاعه الصندوق ده بتتوزع؟ لانه خد بالك برضو اللي بيتفرج هو متعود على انه يحط مثلا 100,000 في شهاده، فكل 3 شهور او كل شهر حسب شكل الفوائد بتاعه الشهاده هتنزل له فلوس في حساب. بالظبط. الصندوق ارباحه بتتوزع ازاي؟ هحكي لك قصه كده صغيره عشان الناس تعرف تفهمها بشكل مبسط. الصناديق ايه الاداه اللي موجوده جواها؟ يعني السوق بتاع الاسهم جواه اسهم، الصناديق جواها حاجه اسمها وثائق صناديق بتترجم لوحدات، تمام. وحده الصندوق دي بتساوي رقم حلو، فهنعتبر ان وحده الصندوق دي جنيه ذهب. يعني خلينا ماشيين بالفرضيه دي. انا نزلت عند الراجل الجواهرجي قلت له يا عم انا عايز 10 جنيه ذهب، فالراجل هيديني ايه؟ هيديني 10 كوينز ذهب، فاداني ايه؟ اداني 10 وحدات. انا اشتريت فرضا عشان نبسط على الناس اللي بتشوفنا، فلنفرض ان الجنيه الذهب ب 10,000 جنيه، وكلنا نتمنى ان هو يبقى ب 10,000 جنيه ونرجع يزيد تاني للارقام اللي موجوده دلوقتي. فانا اشتريت 10 وحدات كل وحده ب 10,000 جنيه، فانا اشتريت ما اجمالي قيمته 100,000 جنيه، وخدت الجنيهات الذهب في جيبي ورحت طالع بيها وانا مستخبي، خبيتها في الدرج في البيت عندي عشان اسيبها، ما انا بشتري ذهب فانا لازم ابقى محافظ عليه ومأمنه. ونمت وصحيت ونمت وصحيت ونمت وصحيت، وبعد سنه بفتح الدرج، هل انا زي الشهاده هلاقي ال10 جنيهات ذهب بقوا 12 بقوا 13؟ لا، تمام. ليه؟ بس هلاقي الجنيه الذهب سعره وصل ل 30,000 جنيه، فحصل لي زياده في قيمه الوحده اللي انا بشتريها، قيمه الوثيقه. يعني هنا في حاله الصندوق قيمه الوثيقه. الله ينور عليك. فهي دي بالظبط، كل الصناديق بتشتغل بالطريقه دي. ده ما يمنعش ان في صناديق كانت موجوده بتفضل تعلي قيمه الوحده وتيجي تفصل العائد اللي عملته الوحده دي كل شهر مره، زي الصندوق الرابع في البنك الاهلي، وده من الصناديق النقديه القديمه اللي موجوده في مصر هنا من فتره طويله قوي، يعني من التسعينات او من بدايه الالفينات. ده سؤالي الجاي بقى، بس يعني نكمل قصه التوزيع دي. فهي الصناديق انا بالنسبه لي، لو حد بيسالني كمرشد، انا راجل مستشار استثمار، حد يسالني ادخل الصندوق لو انا هشتغل على صناديق، ادخل الصندوق اللي بيفصل العائد او بيوزع الارباح بتاعته، ولا ادخل الصندوق الكومباوندد المركب؟ معظم الصناديق بتشتغل بالكومباوندنج، ان هي بتزود قيمه الوحده على نفسها كل يوم، او الوثيقه بتاعت الصندوق على نفسها كل يوم. فهي انا بحب الصناديق الكومباوندد اكتر بكتير من الصناديق، لان هي الكومباوندنج ده او الفايده المركبه دي ليها سحر. يعني دايما المستثمرين على مستوى العالم يقول لك في ماجيك اسمه كومباوندنج انترست او الفايده المركبه، لان بدل ما افصل العائد انا عندي الاصل المبلغ 100,000 جنيه وطلع عليه ارباح الشهر ده 1000 جنيه،
اتفصلت، ال 100,000 جنيه هي اللي هتفضل شغاله معايا طول الوقت، وباخد العائد بفصله عن الاصل المبلغ. لكن لو انا النهارده ال 100,000 جنيه بعد شهر مثلا بقت 101، الشهر اللي بعده ال 101 كلهم هم اللي هيستثمروا، وبالتالي هيزيدوا، فبدل ما كانت بتزيد 1000 هتزيد 1100، هتزيد 1200 وهكذا. فده الانسب دايما في الاستثمار، حتى الشورت تيرم او الحاجات قصيره الاجل. لما حد بيقول لي افتح حساب التوفير ولا اروح صندوق نقدي، اقول له روح الصندوق النقدي، لان الصندوق النقدي بيعلي الفايده على اصل المبلغ كل يوم، كل يوم، مش بيستنى لحد اخر الشهر لما تنزل. طيب هل صناديق الاستثمار موجوده في البنوك بس؟ لا، صناديق الاستثمار موجوده في محلات كتير قوي. يعني لو احنا بقى بنتكلم بالشكل المبسط، صناديق الاستثمار قبل 2020 ما كانش ينفع تتحط غير في بنوك، لان التشريع والقانون وقتها ما كانش بيقول ان ينفع مدير اصول او مدير صناديق استثمار يصدر او يؤسس صناديق الاستثمار. حلو. فكان البنك لازم الصندوق الاستثمار يطلع تحت عباية البنك. فاحنا قعدنا من سنة 94 لحد سنة 2020 مفيش صناديق استثمار غير في البنوك. والبنوك وعارف ان الكلام ده بيتقال، بس البنوك ما بتحبش صناديق الاستثمار، او ما كانتش بتحب صناديق الاستثمار. هقول لك ليه بقى، عشان انا كنت بنكير وانت برضو كنت راجل بنكير، مش في تارجت الناس. ايوه، ما هي اوف بالانس شيت بتاعت البنك، يعني هي مش في تارجت الناس، هي هو بيكسب منها شويه فتافيت. نفسي ليه؟ يعني انا عندي النهارده مثلا لو خدنا، يعني فلنفرض ان فائده الايداع والاخراج من المركزي مثلا 20%، تمام، وانا عامل حساب توفير في البنك بيدي 16%، انا عندي سبريد بعرف اتحرك فيه، حته كده بعرف اتحرك فيها. لكن لما النهارده بنتكلم على صندوق الاستثمار النقدي، بيديني عائد يومي وكومباوندنج، وبدخل وبخرج بسهوله، وموجود جوه البنك، وموجود على تطبيقات وكل حاجه، وكمان لو انا شركه هيريحني من موضوع الضريبه اللي بتتحسب على العائد. ما هو العائد بتاع الحساب ده هيبقى يدخل في ايراد الشركه فيخضع للضريبه. صندوق النقدي ما فيهوش الكلام ده. يعني دي واحده من مميزات الصندوق النقدي، حلوه جدا، وليها ناحيه نفسيه كمان. يعني مش عايز ادخل بس في الحته دي، بس ليها ناحيه نفسيه، ان الفلوس لو انا ضربت الكارت وسحبت فلوس، الفلوس اكسسبل بالنسبه لي، اقدر اوصل لها في اي وقت. لكن في الصندوق النقدي انا بعمل طلب استرداد، سواء من البنك او على حسب التطبيق اللي انا بتعامل معاه، بعمل طلب الاسترداد، والفلوس بتجيني في نفس اليوم بالليل، فبتاخر الموضوع شويه. تمام. فشكليا هي هايلي اكسسبل جدا، او سهل الوصول ليها في اي وقت، بس فيها تكه زياده، فيها سنه زياده، فبتاخر عندك الحاجه لان انت تصرف. حلو. ده بالنسبه للبنوك. احنا في صناديق استثمار نقديه في كل البنوك، وانواع تانية في كل البنوك. منين يعني؟ اخش على ايه في البنك يقول لي ده عنده كذا؟ ادخل على سيكشن صناديق الاستثمار، هتلاقيه موجود على معظم الويب سايتس. على فكره كل البنوك في مصر فيها صناديق استثمار ما عدا بنك واحد، اللي هو يعني ومش عارف هم حطوا صندوق استثمار ولا لا، بس انا لحد معلوماتي لحد السنه اللي فاتت كان ADCB ما فيهوش صناديق استثمار. تمام. بس كل البنوك فيها صناديق استثمار نقديه، كل البنوك بلا استثناء، حتى البنوك الاسلاميه، حتى البنوك الاسلاميه، لان في صناديق استثمار نقديه شريعه. يعني انا ما بحبش اقول كلمه اسلاميه، هي بتبقى بنقول شريعه كومبلاينت او متوافقه مع احكام الشريعه ولا لا. لان الشريعه فاينانس او الشريعه بانكينج او الحاجات دي كلها موجوده في كل حته في العالم، موجوده في لندن، موجوده في امريكا، وليها الكلاينتيل بيز بتاعها، وليها العملاء اللي بيحبوا يشتغلوا بالشكل ده، سواء بقى في صناديق نقديه، صناديق اسهم، صناديق ذهب، صناديق عقاريه. يعني هنشوف صناديق عقاريه كمان شريعه كومبلاينت. يعني السوق لسه مفتوح. تمام. التطبيقات بقى، في تطبيقات كتير جدا النهارده عليها صناديق استثمار. يعني انت مش مستريحين؟ ازاي مستريحين؟ ما هو ده بقى اللي انا بتسأله بقى. يقول لك لا، ما انا فلوسي فين؟ بس اخد شويه شاي. هو من غير سكر، معلش بقى، احنا ايه، السكر خلص. لا، ما هو انا ما بشربش شاي بسكر عامه يعني. ولا انا. سلم عليك. ازاي كده؟ عامل ايه؟ طيب فلوسي عند التطبيقات دي ممكن تروح كده في لحظه؟ ما فيش حاجه اسمها الكلام ده. يعني انت النهارده مين اللي بيراقب على البنوك؟ يعني بشكل بسيط كده، الناس كلها عارفه، البنك المركزي. البنك المركزي. مين اللي بيراقب وبيشرع وبيقنن للتطبيقات بتاعه التكنولوجيا الماليه، وتطبيقات التمويل الاستهلاكي، وتطبيقات الاستثمار، وشركات إدارة المحافظ والصناديق، وشركات التأمين والتأجير التمويلي، كل ما هو
قطاع مالي مش بنوك، اللي احنا بنقولها عليها القطاع المالي الغير مصرفي، بيتبع جهة اسمها الهيئة العامة للرقابة المالية. وبجد الهيئة العامة للرقابة المالية هي مش بتجري دلوقتي في كمان في التكنولوجيا، عشان انت بتقول على ذكر مواضيع التطبيقات دي، فما فيش تطبيق النهاردة بيشتغل إلا لما يكون تابع واخد رخصة ومتراقب من الهيئة العامة للرقابة المالية. لو لقيت الابليكيشن ده او الجهة اللي حضرتك بتتعامل معاها مش موجودة على الويب سايت بتاع الهيئة او مش مرخصة للهيئة، حضرتك ما تفكرش لا تاخد فلوس ولا تحط عندهم فلوس. ثانية واحدة، الابليكيشنز دي كلها انا اقدر اعرف هي موجوده او واخده ترخيص ولا لا من الموقع بتاع الهيئه العامه للرقابه الماليه؟ ايوه fra.gov.eg الويب سايت بتاع الهيئه العامه. يعني انا لو دخلت، عشان الناس ممكن الحروف ما تسمعهاش كويس، لو دخلت على نكتبه لو دخلت على جوجل سيرش انجن وكتبت الهيئه العامه للرقابه الماليه هيطلع لك اول ويب سايت فوق اسمه fra.gov.eg. عندهم البحث اللي موجود على الويب سايت او السيرش بار، اكتب فيه اي شركة انت بتتعامل معاها في الحتة المالية دي، سواء في ان انت بتستلف منها او بتحط فيها فلوس، اكتب الاسم بتاعها بالعربي. يعني ادخل اكتب مثلا ازيموت، اكتب ثاندر بالعربي اللي هي ثاء والف نون دال ر، اكتب منتم، اكتب فاليو، اكتب اي شركة بتشتغل كتطبيق مالي تمام غير مصرفي، هتلاقيها على الويب سايت بتاع الهيئة العامة للرقابة المالية. وفي نقطة زيادة، لو كده احنا ممكن كمان تبقى اللينك دي موجودة، الهيئة نزلت لينك بتقدر تدخل من خلاله وتتشك الشركة دي موجودة في حاجة اسمها القوائم السوداء او البلاك ليست ولا لا. القائمة السوداء دي التحديث الأولاني بتاعها حطوا فيه شركات التمويل الاستهلاكي اللي مش واخدة ترخيص، اللي هي بتزول النشاط بدون ترخيص من الهيئة. وفي الفترة الأخيرة أدرجوا جواها 3 أو 4 شركات منتشرين جدا جدا، ومش هقدر أقولهم، الناس بقى تدخل تتفرج عليهم براحتهم. شركات بتطلب من الناس فلوس عشان تستثمرها لها. تمام؟ بتقول الهيئة بشكل واضح وصريح، وهي كده عاملين بصراحة الدور اللي عليهم وزيادة، يا جماعة ما تتعاملوش مع الشركات دي، لأن في توبيك النصب والبونزي سكيم والحاجات اللطيفة اللي احنا عارفينها بتاعت النصب دي، اللي هو تلبيس طوائي. اديني 1500 جنيه رجعهم لك 15000 جنيه خلال 5 دقايق، والكلام اللي احنا بنشوفه على التليجرام والواتساب والحاجات دي كلها، الكلام ده كله نصب. فاتأكد من الجهة اللي انت بتتعامل معاها. انا قلت شوية اسماء تطبيقات واحنا بنتكلم دلوقتي، وعندك حالا النهاردة نفس الكلام، عندك حالا النهاردة في انفستمنت وفي جمعية وفي حتى ابلكيشنز الجمعية مع زي ماني فالوز مثلا برضو نفس الكلام، وعليه انفستمنت. منتم ابلكيشن حلو جدا، ايزي انفست ابلكيشن حلو جدا، ثاندر ابلكيشن حلو جدا. دول اللي انا شخصيا، انا بتكلم عن نفسي انا شخصيا، دول اللي انا شخصيا بتعامل معهم بشكل دوري، ال4 تطبيقات اللي احنا قلنا عليهم. الفايده بتنزل لي شكلها عامل ازاي؟ هرجع برضو واقول لك، لو انا جبت وثيقه دلوقتي او اشتريت وثيقه ولنفترض كانت ب 1000 جنيه، الوثيقه دي بعد سنه او بعد شهر بعد مش عارف ايه، امتى اقول ان انا كيدت او امتى اقول ان انا كسبت؟ اصل خلي بالك هي بتلخبط ليه؟ لانه مش زي الشهادات، انا ما عنديش كل شهر في فلوس بتنزلي في حسابي، فانا اعرف ازاي ان انا كسبت؟ ما هو دي بقى حته بقى عقليه المستثمر. يعني انا النهارده بستثمر شورت ولا ميديوم ولا لونج؟ بستثمر حاجه على المدى القصير. احنا على فكره، يعني لو احنا بنتكلم بقى بره التوبيك بتاعنا، الناس اللي بتتكلم في الفاينانشال نوليدج والثقافه الماليه والشمول المالي والفاينانشال ويلنس والكلام ده كله، انا وانت والزملاء كلهم اللي عندهم مصداقيه طبعا، كله علم الناس يعني ايه بيفكر، يعني ايه شورت تيرم وميديوم تيرم ولونج تيرم. يعني الناس تقريبا كلها فهمت الحته دي، اللي هو الحاجات الشورت اقل من سنه لا او لحد سنه، الميديوم من سنه مثلا ل3 سنين، واللونج تيرم اباف ال3 سنين. وعرفوا كمان ايه الاصول الماليه اللي بيستثمروا فيها، فلو بيستثمر في اذون خزانه او صندوق نقدي ده ينفع استخدمه على الشورت تيرم. تمام؟ وباي حال من الاحوال انا كسبان، بس انا كسبان في الحته بتاعت اللو ريسك او منخفضه المخاطر. تمام؟ زي حساب التوفير، ابقى عارف كل حاجه بتتقارن بايه. صندوق الاسهم ميديوم تو لونج، يعني ده في تعريفي انا، على الرغم من الاسهم استثمار طويل الاجل، صح، فعند معظم المستثمرين زي وارن بافيت والناس دي الاستثمار بتاع الاسهم ده لونج تيرم، بس السنه دي اتاحت حته الدخول والخروج بسهوله.
الصناديق كمان اللي طالعه جديده كلها بتاعه الثلاثه اسيت مانجرز اللي مطلعين صناديق ازيموت وبلتون وسي اي كابيتال، عاملين شغل حلو قوي. الصناديق عامله شغل حلو قوي قوي، تمام. فبس دي بتشتغل، احنا صناديق استثمار الاسهم بتشتغل ميديوم تيرم، بتشتغل على المدى المتوسط للمدى الطويل، وينفع فيها حته الكومباوندنج. ولو انا فضلت باصص لها كل شويه بفتح واتشيك والكلام ده كله، ايه ده انا لو كنت حاططهم في شهاده كان زمانهم نزلوا لي 200 جنيه. ايوه هي بقى لا الفكر ده اللي هو فكر الراجل عم حسنين السواق وهو ماشي بينا على جنب الطريق وماشي بالراحه، تمام. لازم التنويع. هقول انا كسبان امتى؟ لازم التنويع. الناس اللي انت بتقول لي امتى اقول كسبان، الناس لبسه وحشه قوي في موضوع التضخم اللي احنا عدينا بيه في خلال 3-4 سنين اللي فاتوا، والديفالويشن اللي حصل. الناس اتعلمت من الدرس. قال لك يعني هو عدى عليهم كذا درس زي ده قبل كده على فكره، يعني عدى عليه في 2016 دي اقرب حاجه، تمام. فالناس اتعلمت من الحته دي، فقالت لك لا انا ابتدي اروح للذهب شويه، انا ابتدي اروح للعقار شويه. ابتدت الناس تبص للحتت دي. امتى اقول ان انا كسبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لو حافظت على قيمه فلوسي انا كسبان. لو حافظت على قيمه فلوسي طبعا، بس ده مبدئيا. ده مبدئيا ليه؟ لان الواقع ان انت بتخسر. انت الفلوس بتاعتك الانفليشن بياكلها او التضخم بياكلها. فاحنا الحمد لله دلوقتي على فكره الوضع كويس، عشان برضه ابقى واضح مع الناس جدا. الوضع دلوقتي كويس لان انت دلوقتي التضخم اقل من معدلات الفايده اللي المركزي بيعمله. ان بيلاقي التضخم بيرفع، بيبتدي يرفع معدلات الفايده عشان يكنترول او سياسه نقديه تشدديه، يلم السيوله اللي يربط الحزام بتاع السوق، يبتدي يسيبه شويه لما التضخم ينزل. احنا وضعنا الاقتصادي دلوقتي في مصر في تحسن، وانا عارف انا بقول ايه كويس. بس التنويع مهم جدا. الناس عاشت على الشهادات ال20 وال25% فتره، والتضخم كان 40%، فبيتاكل من فلوسه 15%. بس اللي راح اشترى ذهب، او اللي فضل يشتري في ذهب، او اللي دخل في عقار، تمام، بشكل عقلاني برضو، لان دول الناس اللي كسبوا. يعني ايه بشكل عقلاني؟ بشكل عقلاني عشان كده انا اخرتها، سكت واخرتها شويه. بشكل عقلاني لان احنا المصريين والله يا بسيوني عندنا مشكله بتشغل مخنا. ايوه بالظبط. هحكي لك حاجه. انت هتحكي انت. هحكي لك حاجه. انا واحد صاحبي شغال بره في دوله ما، يعني بقاله كتير قوي. جه السنه اللي فاتت معايا، رحنا لواحد صديقه شغال في كولدويل بانكر. اوكي. قال له انا عايز اشتري عقار، وهو شاف بعينه بقى الناس ايه بتجيب الحاجه وتبيع مثلا بعد 6 شهور باوفر مش عارف كذا. فكنا شهر، كان زي اليومين دول كده السنه اللي فاتت، وكنا خلاص عدينا التعويم وكل حاجه. فوقتها صديقنا اللي في كولدويل بانكر ده قال له ما بقتش كده، صح، ما بتمشيش كده. ايوه هي دي. احنا المصريين انت قلت بنحب نشغل دماغنا، تمام، ونحب نعمل فيها شغل الفهلوه، مع كل الاحترام للناس اللي ما بتمشيش طبعا بالطريقه دي. بس الفتره، لو انت فاكر الفتره بتاعت 2022 و2023، 3/4 مصر بتشتغل في الدولار. يعني كان شتمت وقتها لما قلت ان ده جزء كبير من ازمه الدولار على فكره، وانا اعترفت ان ده كان جزء كبير من ازمه الدولار. المضاربات بتاعت الافراد اللي كانت بتحصل عليه خصوصا بره القاهره. يعني اما يبقى الدولار وقتها في 2023 وفي اول 2024 خالص، قبل ما نسمع الفويس نوتس بتاعت راس الحكمه وقبل ما يعلنوا راس الحكمه، الدولار كان بيتباع في القاهره في البلاك ماركت ب 72 جنيه و73 و74 كمان. المنصوره الاقيه ب 79 جنيه و80 جنيه، وكفر الشيخ والكلام ده كله. والناس بتشتري. فاحنا قلبنا العمله الى سلعه. تمام. يعني انا لما حد يقول لي حط فلوسي في دولار ولا ذهب، حضرتك حط فلوسك في ذهب، لان الذهب كده بيسمع فيه الحاجتين، بيسمع فيه السعر العالمي وسعر صرف الدولار. وسعر صرف الدولار الحقيقي هو السعر اللي بيطلع في السوق الموازي. النهارده ما فيش سوق موازي اصلا. يعني انت النهارده لو حتى رحت اشتريت دولار من بره، قدام الصح، عشان برضو ابقى التعامل على النقد الاجنبي خارج القنوات المصرفيه جريمه، عشان برضو نبقى واضحين. بس حتى لو رحت اشتريت دولار من اي حته هتلاقيه بنفس السعر بتاع البنك. ليه؟ لانه هو متوافر. تمام. فاحنا دي اول غلطه عملناها، او اول تشغيل دماغ عملناه. تشغيل الدماغ الثاني ان انا ما بحترمش خصائص الاصل الاستثماري اللي انا بشتغل معاه. يعني طبعا انت هتقول لي كلام ملعبك، احنا عايزين ندخل في الحته الشعبولي. ايوه، اسم الله عليك. تمام.
انا النهارده عندي كيس قوه تحمله مثلا يشيل كيلو جرام، حلو، عشان نبسط الدنيا. اجي انا اروح حاطط فيه بطيخه وزنها 8 9 كيلو، هتتقطع، هتبوظ. فاحنا بنتعامل مع الحاجه بطريقه مش هي الطريقه اللي ينفع نتعامل معاها بيها. فاحترم ايه؟ احترم الاجاله الزمنيه او المده الطبيعيه المتعارف عليها للاستثمار في الاصل الاستثماري ده. فما اروحش ابيع الذهب واشتغل عليه فليب. يعني ايه اشتغل عليه فليب؟ افضل اشتري وابيع، هتخسر. تمام. العقار نفس الكلام. العقار هو طول عمره معروف ان هو طويل الاجل، طول عمره. يعني ما فيش حد بيجيب بيت ويفضل يبيع ويشتري ويبيع ويشتري، لان حضرتك مش تاجر، ما هو دي مش وظيفتك. تمام. ولا انت مقاول ببني وببيع ببني وببيع. اللي بيبني وبيبيع ده بيبقى عنده بروفيت مارجن، عنده حته كده فوقيها سبريد او مكسبه في الشقه دي قد ايه. حلو. لكن اشتري عقار بعديها ب3 شهور وانا معيش فلوس كمان ادفع القسط الاولاني، واقف اقول والنبي يا جماعه حد يشتري مني العقار ده. انت فكرة الناس كانت بتشتري، انت الناس لحد النهارده بتشتري، لحد النهارده في بروكرز، يعني ربنا يسامحهم بقى. معظم الناس اتعلمت الحمد لله والله، ومش مش بغلط في الناس دي، اخواتنا وحبايبنا يعني. بس في بروكرز علموا نفسهم خلال الفتره اللي فاتت. ليه؟ لان جيبه اتوجع، جيبه اتاثر. تمام. كان بيبيع في الشهر ب 100 مليون وب 200 مليون وب 500 مليون. في انا اعرف ناس كانت بتبيع في الشهر افريج ب 500 مليون جنيه، وفي شركات معروفه يعني، سواء كانوا سيلز دايركت مع الديفلوبر او مع البروكرج فيرم، حاجات زي اللي احنا بنسمع عنها كولدول بانكر وبقيه البروكرج فيرمز دي. اتعلم. لحد النهارده في ناس يقول له بس ادخل يا باشا اشتري وانا هخلصها لك بعد اول قسط بس. لا يا جماعه، اي حد يقول لك كده هو بيضحك عليك وهيغرقك، هتتزنق وهتروح تدفع في الاخر الشرط الجزائي اللي موجود في العقد. احترم الاصل الاستثماري اللي حضرتك بتشتغل معاه. الذهب والاسهم والعقار لونج تيرم، الا لو انت عندك الوقت والمعرفه والخبره في حته الاسهم دي وهتشتغل عليها تريدز، هشتغل عليها تداول. والتداول هنا بتكلم على تداول الاسهم، مش بتكلم على اي حاجه تاني. لسه مفيش حاجه تاني لا فوركس ولا كريبتو مشرعين في مصر. التداول هنا اللي انا بتكلم كلمه التداول بتكلم على الاسهم. فخلاصه الكلام عشان نريح نفسنا، احترموا يا جماعه الاصل الاستثماري اللي انتوا بتشتغلوا فيه. بس كده. نرجع بقى للصناديق. انا من اول كام سنه، يعني من وانا عندي كام سنه اقدر اقول انا لا اروح استثمر في صندوق؟ من وانت عندك 15 16 سنه، من الوقت اللي انت بتطلع فيه بطاقه. من اول ما اطلع بطاقه اقدر اخش واستثمر في صندوق. ما انت تقدر تفتح ببطاقتك حساب بنكي لو انت عندك، مش فاكر اصدار البطاقه تقريبا كان من 15 سنه، كان 16 كان 16 وبقى 15. انت طلعت بطاقه ينفع تفتح حساب على الابلكيشنز او ينفع تفتح حساب في البنك. الموضوع سهل وبسيط جدا. في صناديق بعمله غير الجنيه المصري في مصر؟ ايه هي بقى؟ ايه العملات الموجوده؟ في دولار وفي يورو. واليورو مش من العملات اللي ليها يعني اوجه استثماريه كتير، فعاده هتلاقي الفايده عليها اقل كمان بكتير من الدولار اللي هي اقل بكتير جدا جدا من المصري يعني. فانت النهارده عندك كان في صناديق قديمه وطلع صناديق جديده. الصناديق القديمه اللي كانت موجوده الصندوقين بتوع بنك مصر، اسمهم صندوق يوم بيوم في بنك مصر بالدولار الامريكي، وصندوق يوم بيوم في بنك مصر باليورو. ده دول اللي كانوا قدام، ودول زي الماني ماركت فند. لو احنا فاكر احنا بنتكلم على الصناديق النقديه اللي في الاول كان عندنا في البنك اللي هو بيستثمر في ادوات ماليه قصيره الاجل. تمام. هو بيستثمر في ادوات ماليه قصيره الاجل بالدولار او باليورو. دول الاصدارين اللي كانوا موجودين وما كانش عليهم اقبال كتير ما قبل ظهور الصناديق اللي بعدها. يعني الصناديق اللي بعدها اللي هي في ازيموت، في بلتون، في منثم، في واحد رابع، في واحد في زلة او في زالدي في واحد زالدي رابع. تمام. فانت مين كان اول واحد يطلع صناديق الاستثمار بقى اللي هي بتاعت صناديق الفيكسد انكم او صناديق ادوات الدخل الثابت اللي بالدولار؟ كانت ازيموت، راحت داخله خبطه 3 صناديق ورا بعض، استحقاق 2027 و29 واستحقاق 20 احنا قلنا 27 29 25 وقريب هتطلع اصدار تاني. وبعد كده انت عندك كان في بتاع زالدي اوزي مكسب، نفس الفكره بتاعت استحقاق، والاثنين التانيين مش فاكر هم بتوع مين، او كان في واحد كمان يعني مش عارف بتاع بلتون ولا كان في بلتون وسي اي كابيتال. ما اعرفش في سي اي كابيتال في صناديق دولار ولا تقريبا يعني لو انا فاكر صح.
بس اللي انا متاكد منه، عشان انت عارف انا كنت ازيموت، ف اللي انا حافظهم استحقاق يعني. صناديق الدولار دي اقدر استثمر فيها لو انا بره مصر؟ او صناديق الاستثمار عموما يعني اقدر احط فيها فلوس لو انا بره مصر؟ ده سؤال خطر شويه بس مش خطر قوي. ينفع تستثمر من اي حته في العالم في صناديق الاستثمار اللي موجوده في مصر، بس الهيئه لسه كنت هتكلم في الموضوع ده. الهيئه لو انت هتعمل ديجيتال اونبوردنج او اللي هو الالكترونيك اكاونت اوبننج، اللي هو افتح الحساب بشكل الكتروني من غير ما اروح ولا اجي، لازم يبقى فيه بطاقه رقم قومي، ورقم التليفون بتاعي يبقى مربوط باسمي، يبقى مسجل باسمي مع الاوبريتور اللي انا بشتغل معاه، وان يبقى اخر اصدار للبطاقه. يعني في ناس ماشيه دلوقتي ببطاقتين عليهم رقمين مصنع. هو في ربط دلوقتي ما بين الشركات بتاعه التكنولوجيا الماليه او الشركات الماليه الغير مصرفيه في الديجيتال KYC او في الاكونت اوبننج اللي هو الالكتروني، ان لازم يكون الحاجات دي انت حاطط اخر بطاقه تم اصدارها، ان رقم التليفون بتاعك يبقى باسمك مربوط بالرقم القومي بتاعك في الاربع شركات، يعني لو انت اي شركه من الاربع شركات بتوع الاتصالات، وان يتعمل بقى اللي هو ايه، يتاكد ان انت مش رابط عن طريق معهدي خدمات، الناس بتقدم السيرفيس دي مرخصين من الهيئه بتاعه الفيشل ريكوجنيشن او التعرف على الوجه، بيسكن مع البطاقه وبيطابق ما بينهم يوزنج التكنولوجي، بيستخدم التكنولوجي عشان يطابق الوش زي اللي موجود في البطاقه ولا لا. ده لو هتفتح بشكل الكتروني. لكن لو حضرتك موجود هنا في مصر وعايز تروح تفتح بشكل فيزيكال، تمضي على ورق في اي شركه اداره اصول او اي شركه تداول اوراق ماليه او اي شركه بتقدم السيرفيس بتاعه الخدمات الماليه الغير مصرفيه، هتخضع للشروط الطبيعيه خالص اللي كان فيها اكونت اوبننج عادي خالص. فبيتاكد ان انت الاقامه بتاعتك ساريه في البلد اللي انت قاعد فيها، عندك سكن هناك، ده انا نزلت اجازه، الحاجات البيزك اللي هي زي ما بتفتح حساب في البنك. حلو قوي. بس انا دلوقتي حتى لو انا جوه مصر او بره مصر وانا عايز استثمر في صندوق من الصناديق عند شركه من الشركات اللي ليها ابلكيشن، انا كده لو دخلت على الابلكيشن خلاص، ولا لازم اروح في مكان؟ لا مش لازم. يعني حالا ثاندر، منتم، حالا وثاندر وايزي انفست، الثلاثه فيهم فول ديجيتال اكونت اوبننج. فاقدر اعمل ده وانا بره مصر برضو؟ يس. لو انت عندك، ما ده سؤالي، الرقم لو عندك بطاقه رقم قومي بتاعتك ساريه ومعاك بره مصر، وده في معظم الحالات كلنا كده افيلبل، ومعاك رقم تليفونك المصري شغال مسجل باسمك، هتقدر تفتح الحساب عادي خالص. ودي طبعا حصلت قدامي كتير قوي في ايزي انفست، وبشوفها في ثاندر، بشوفها في حالا، تقدر تفتح حساب من اي حته. هل لو انا مش مصري اقدر استثمر؟ تخضع للشروط. يس، تقدر تستثمر عادي خالص، لان انت لو مش مصري تقدر تفتح حساب في البنك هنا في مصر. صح. تمام. وبالتالي تقدر تستثمر في القطاع المالي الغير المصرفي في شركات اللي هي اداره الصناديق واداره الاستثمار، بس برضو ليها كونديشنز، يعني ليها بعض الشروط تمام اللي محدداها الهيئه. وابسط حاجه ان لو الراجل ده خلاص فتح حسابه البنكي، فانا اقدر بنفس الورق اللي فتح بيه حسابه البنكي الراجل الاجنبي ده، اقدر افتح له حساب عادي خالص في شركات اداره الاصول والتداول الاوراق الماليه. ايه المشاكل اللي ممكن تحصل لي وانا بستثمر في صناديق الاستثمار؟ جاوبنا عليها بس بشكل تاني. ما تدخلش في حاجه الا لما تقرا عنها. مع ان تاني، اقرا فين؟ تقرا، هتلاقي على كل الابليكيشنز معلومات كامله موجوده عن كل صندوق. ولو انت شخص سوفيستيكيتد او بتحب القرايه بقى بالتفصيل، هتلاقي نشره الاكتتاب بتاعت الصندوق دي بتقول لك كل حاجه عن الصندوق من الالف للياء، زي المانيوال بتاع الاتوبيس اللي احنا قلنا عليه. كاوتش مقاس كذا، بيتنفخ على كذا، فيها كام بوجيه، فيها كام كرسي، بكراسي جلد ولا لا. دي كل السبيكس دي اسمها السياسه الاستثماريه للصندوق. بتبقى موجوده فين؟ بتبقى موجوده في نشره الاكتتاب. وحقك الطبيعي جدا ان انت لو ما لقيتش نشره الاكتتاب بتاعه الصندوق ده موجوده على الابلكيشن، ان انت تتواصل مع مدير الاصول وتقول له يا باشا انا عايز نشره الاكتتاب، عايز اقراها. لو انت حد بيحب التفاصيل قوي، جورو قوي، تمام. لكن ما فيش النهارده صندوق استثمار موجود على اي ابلكيشن من اللي احنا قلنا عليهم،
مش حاطين السبيكس بتاعته من الالف للياء، يقول لك ده استرداد يومي ولا شراء وبيع كل يوم ولا لا، مصاريفه ايه لو عليه مصاريف، معدل المخاطر بتاعه شكله عامل ازاي، هل هو مرتفع المخاطر ولا متوسط ولا قليل المخاطر. تمام. بيدي لك كل التفاصيل عنده. دايما انا كراجل ادفايزر بقول للناس تبتدي ايه، هتبتدي في سوق انت لسه ما تعرفوش، ابتدي بالحاجه البسيطه، ابتدي بالنقدي، وبعديها خد معاه شويه ذهب في صناديق الذهب، وخد معاه شويه اسهم للحاجات طويله الاجل، ليها تقسيمه مش كومن، بس هي تقسيمه ينفع تمشي مع ناس كتير قوي. ده سؤالي الجاي اصلا. انا معايا 50,000 جنيه ماشي، وعايز احطهم في حاجه غير الشهادات والودائع البنكيه، عايز اروح لصناديق الاستثمار. حلو. اقسمهم ازاي ولا اروح لاني صندوق اصلا؟ طيب لا، حتى لو 50,000 جنيه هي كل الفلوس التحويشة بتاعتي، هبتدي أخرج منها في الأول من 10 ل 15% emergency، حاجة بتاعتي تنفعني على المدى القصير. دي تتحط فين؟ هتتحط في صندوق نقدي. صندوق نقدي زي ايه؟ معلش عشان الناس تبقى عارفه اسامي. صناديق نقدي انت عندك النهارده ايزي حالا موجود على ابلكيشن حالا، وموجود على ابلكيشن ايزي انفست، وعندك ايزي ناصر ده صندوق نقدي اسلامي موجود على ثاندر وعلى ايزي انفست. تمام. وموجود في بنك ناصر الاجتماعي لو حد عايز يروح يشتغل عليه بشكل فيزيكال يعني. وعندك بي سكيور بتاع بلتون موجود على الابلكيشن بتاع بلتون وموجود على ثاندر. تمام. عندك صندوق زي ايزي فاليو موجود على تطبيق فاليو وموجود على تطبيق ايزي انفست. تمام. دول كده الصناديق النقديه اللي في دماغي دلوقتي حالا. في كذا واحد للعربي الافريقي لاداره الاصول، مش فاكر اساميهم بصراحه ايه. وعندك الصناديق اللي موجوده في البنوك بس هي بتخضع للحد الاقصى اللي كان حاطه المركزي في الحقيقه، فبتبقى مقفوله طول الوقت، زي الصندوق الرابع، زي صندوق اصول بتاع CIB، زي صندوق يوم بيوم بتاع بنك مصر. كل الصناديق دي جايبه HSBC برضو. كله جايب اخره. ليه؟ لان الصناديق القديمه بتخضع لحد اقصى، سيلينج، سقف. طيب كده حطينا 10-15% في صناديق نقديه كفلوس طوارئ. ده كاش ان وكاش اوت بسهوله. ومن غير ولا مليم، مفيش ولا صندوق نقدي عليه مصاريف شراء او استرداد في اللي انا اعرفهم يعني. وليه؟ هو صندوق قليل المخاطر، ليه احط على العميل فلوس؟ تمام. وقصير الاجل، احط على العميل فلوس ليه؟ في السبسكريبشن والريدمشن. فكل الصناديق النقديه تقريبا ما عليهاش اي فيز. بقيه ال 35,000 ال 35,000 عشان انا دايما بقسمها نسب، فانا بقول من 10 ل 15% emergency fund. حلو. واحط من 15 ل 20% في ذهب لونج تيرم. تمام. الذهب كلنا والناس كلها عارفه الذهب والعقار الابن البار. يعني عارف اللي هو انت دول حاجات لللونج تيرم. لسه طبعا ما فيش صناديق استثمار عقاريه في الوقت اللي احنا بنسجل فيه الحلقه هتطلع، وهيبقى التيكت سايز بتاعها او المبلغ اللي انا اقدر احطه فيها اقل كمان من الشركات بتاعت الفراكشنال اونرشيب اللي هي كده برضه هتتحول لصناديق. تمام. فهقدر بال 5000 جنيه وال 10000 جنيه استثمر في صناديق استثمار اللي هي العقاريه. تمام. فاحط من 15 ل 20% لونج تيرم في ذهب. دول موجودين على جنب، ده السيت بيلت بتاعي، ده صمام الامان بتاعي، ما بقربلوش. حلو. احنا كده خدنا افريج من 30 ل 35% من المبلغ اللي معانا. بقيه الفلوس لو انت سنك صغير روح ناحيه صناديق استثمار الاسهم اكتر. تمام. لو انت سنك صغير تحت ال 45-50 سنه روح اكتر ناحيه صناديق استثمار الاسهم. وانا حاسك حاسك عايز تقول حاجه. عايز تقول ايدك ابوسها يا سعاده البيت تحت 45 سنه صغير. يعني اصل هو كل ما البني ادم سنه بيكبر ما بيبقاش عايز ياخد مخاطر، يعني بيبقى عايز اللي هو حته بتاع تريح الدماغ. انا مش عايز اوجع دماغي. صناديق اسهم زي ايه؟ عشان برضه الناس عارفه اساميها. طيب هقول لك على حاجه اللي انا حافظهم اللي هم بتوع ازيموت وكذا واحد من CI كابيتال. تمام. وصناديق بلتون. انا يعني مش هقول انا ميال اكتر لايه، يعني مش حكايه ميال اكتر لصناديق ازيموت او غيرها، بس
انا في شركتين اداره اصول صناديقهم بتعجبني جدا، يعني اتكلم بصراحه والله. فانت عندك ايزي فرص، ده موجود على ايزي انفست وموجود على تطبيق حالا وموجود على تطبيق ثاندر. حلو، ده صندوق استثمار اسهم لطيف جدا وفيري دايناميك، وصندوق بيتحرك في السوق بشكل لطيف جدا. عندك النسخه الشريعه بتاعته ايزي فرص الشريعه، برضو موجود على حالا، موجود على ايزي انفست وموجود على ثاندر. حلو. وعندك سي اي 30 من الصناديق اللي بتعجبني انا شخصيا، اللي هو بتاع سي اي كابيتال. وعندنا 100 بتاع بلتون من الصناديق برضو اللطيفه قوي. تمام. فالثلاث مديرين اصول على فكره عاملين شغل حلو جدا. دي الصناديق اللي انا استخدمتها بنفسي، لكن بلتون منزله صناديق سيكتورال، صناديق قطاعيه، وسي اي كابيتال نفس الكلام. يعني ايه؟ لا استنى، انت بتجري كده في ايه؟ الصناديق القطاعيه. الصناديق القطاعيه دي السوق متقسم مؤشرات وقطاعات. يعني السوق البورصه فيها اي جي اكس 30 اللي الناس كلها عارفاه، او اللي هو المؤشر ال30 لاكبر 30 شركه في البورصه المصريه، اللي فيهم بقى سي اي كابيتال، سي اي بي والحاجات الضخمه الكبيره قوي دي. تمام. وعندك مؤشر تاني للشركات الاصغر حجما اسمه اي جي اكس 70 او المؤشر السبعيني، وفي مؤشر ثالث اكثر شموليه اللي لمم الاثنين مع بعض. تمام. دي كده المؤشرات. في مؤشرات تانية على فكره في البورصه المصريه، يعني في حوالي 6 أو 7 مؤشرات غير الثلاثه دول. حلو. وجوه السوق نفسه في قطاعات، قطاع التعليم، قطاع الزراعه، قطاع الصحه، قطاع البنوك، قطاع التكنولوجيا الماليه. الصناديق بتاعت المؤشرات، عشان نفرق ما بين المؤشر والقطاع، صناديق المؤشرات بتوزع الفلوس اللي موجودة جوه الصندوق بالأوزان بتاعت الأسهم في المؤشر ده. فالكلام ملعب. تمام. استنى بقى انزل رجلي عشان رجلي لميلت. هحكي لك. صندوق سي اي 30 مثلا، ماشي. او صندوق بيستثمر في المؤشر ال30 بس، هو ما بيستثمرش غير في ال30 شركة دول. حلو. فهو بيشوف المؤشر ده اجمالي القيمه بتاعته قد ايه، يعني القيمه السوقيه بتاعت سي اي بي مع اي فاينانس مع اي اف جي هرمس مع الشركه الشرقيه للدخان، مع دول كلهم قيمتهم قد ايه. فلنفرض ان قيمتهم مثلا مليار جنيه، سي اي بي قيمته كام فيها؟ 16-17% من المؤشر، فيروح واخد 16-17% يحطهم يشتري بيهم سي اي بي. والشرقيه للدخان واخده مش عارف وزن قد ايه من اجمالي المؤشر، يروح حاطط بنفسه، ويفضل هو يتحرك مع المؤشر، بيعكس اداء الشركات دي كلها مجتمعه جوه المؤشر. ده صندوق المؤشر. طيب الصندوق القطاعي، القطاع مثلا متقسم مثلا ل10 شركات باوزانهم النسبيه، يدخل يشتري فيهم زي ما هو. فالفتره بتاعت مثلا القطاع بتاع التجزئه، تمام، والسلع والحاجات دي كلها اتحرك بشكل كبير قوي، فالاسهم بتاعت الشركات دي بتتحرك، وبالتالي الصندوق اللي بيستثمر في الاسهم اللي هي بتاعت الحاجات السلع الاستهلاكيه والتجزئه تلاقيه برضو بيتحرك معاه. بقى تلاقي الاسهم بيتحرك نزولا، ينزل معاه. ده هياخدني بقى للسؤال الجاي، وانا ممكن اخسر فلوسي في صندوق الاستثمار؟ لا انت ما خدتش ثانيه تفكر. لا ليه؟ يعني انا ما خليتكش اصلا تكمل السؤال. طب ليه ممكن اكون مستثمر في صناديق بورصه والبورصه تخسر؟ ما هو البورصه تخسر، ما فيش حاجه اسمها هخسر 100%. تمام. وما فيش حاجه اسمها اصل هخسر 70 و80% الا في حاله الكوارث. وفي حاله الكوارث بقى اللي هي الحاجات التقيله قوي دي، حروب بقى ونووي والحاجات اللطيفه اللي احنا كنا داخلين فيها الفتره اللي فاتت دي، كل حاجه مش بورصه بس ولا بنوك ولا اي حاجه من الحاجات دي، كل الحاجات دي بتتاثر سلبا. بس احنا فاكرين عم حسنين السواق بتاع الاتوبيس، ما دي شغلته ان انا ما اخسرش. هو بيعمل ايه؟ صندوق زي فرص مثلا، الصندوق ده لما يلاقي ان السوق مؤكد ان هو نازل، يبتدي ينزل شويه من الركاب واحده واحده، اللي هو الفلوس بقى بتاعت المستثمرين، يبتدي ينزل منهم واحده واحده عشان ما نضحيش بالارواح. تمام. لا فبيعمل ايه؟ يعمل ايه بقى؟ بيخرج الاستثمارات بتاعت الصندوق من الاسهم. فصندوق زي فرص مثلا ممكن يخرج لحد 70% منه من الاسهم، ويفضل قاعد راكن كده مستني لحد ما السوق يعدل، فبيقلل لي الخساره. فين بتتركن؟ يا اما في حسابات يوميه، يا اما على حسب ده موجود جوه النشره بتاعت الصندوق. بتتركن في حاجه امان
ما اروحش يتحط بقى في حساب يومي، يتحط في حساب جاري، يتحط في حساب يومي اسلامي لو هو صندوق اسلامي، يتحط في صندوق نقدي، او يتم استثماره في اذون خزانه مؤقته. لو انا شايف الراجل التكنيكال اللي قاعد في الشركه اللي بيشتغل مع البورتفوليو مانجر او الفند مانجر لقى ان الفلوس دي هتقعد معايا 3 شهور مثلا، السوق لسه قدامه شويه عقبال ما يشتغل، ممكن يروح يشتري بيهم اذون خزانه لمده 3 شهور. انا بقول الكلام مختزل على فكره يعني بشكل مبسط عشان الناس تفهمه. فالصناديق بتاعه الاسهم، مش احنا في الاول كنا بنتكلم ان الاسهم عاليه المخاطر وطويله الاجل؟ طيب الصندوق بيقلل المده وبيقلل الريسك، لان بيتم اداره المحفظه بتاعت الصندوق من حد شاطر، حد فاهم، سواق فاهم الطريق اللي هو ماشي عليه. مين اشطر السواقين الفاهمين في مصر؟ او يعني خلينا بقى ايه عشان بس، مين اشهر مديرين صناديق شاطرين في مصر ويتبعوا لمؤسسات ايه؟ يعني بص هقول لك على حاجه، انا برضو تاني لا شهادتي هتبقى مجروحه، لان مش تقليلا والله من اي حد، بس اللي انا على معرفه وثيقه بيهم، على الرغم ان انا I'm not Azimut anymore يعني، اللي انا على معرفه وثيقه قوي بيهم الناس بتوع Azimut. يعني التيم بتاع Azimut كان من التيمز القويه جدا، اللي انا اتبسطت جدا من الشغل معاهم على مدار 5 سنين، وهم ال5 سنين اللي اتعمل فيهم ريشيبينج وإعادة بناء لصناعة بالكامل اسمها صناعة صناديق الاستثمار. عشان برضه أبقى واضح، أنا كارنتلي في حتة فينتك شوية، بس لسه ما أعلنتش بشكل رسمي يعني، في أكبر شركة فينتك في مصر عامة يعني، بس مش هنقول الأسماء دلوقتي يعني. حليم أخنوخ من الناس القوية جدا في البورتفوليو مانجمنت وفي إدارة الصناديق. وعندنا أحمد أبو السعد السي او بتاع ازيموت، من الناس البورتفوليو مانجرز والفند مانجرز. عارف ازيموت حليم اخنوخ فين؟ حليم اخنوخ ازيموت برضو. اوكي. عندك لميس نبيل ازيموت برضو. محمد ممدوح واحمد هشام دول ناس تقايل فيكسد انكم. دول اللي انا على معرفه وثيقه قوي بيهم، وشفت الناس دي بتشتغل ازاي. الاسمين التانيين مش اسماء، انا بتكلم بشكل واضح وصريح على مدير الاصول نفسه. أيوة. الشركه نفسها سي اي كابيتال وبلتون وحوش يعني. بس في برضه في حد تقيل قوي ما لا يمكن نغفل عنه، اي اف جي هرمس كشركه اداره اصول واداره صناديق، بس لسه ما طلعتش الصناديق اللي تبقى بابليك، هي مركزه في حته ثانيه، لان اي اف جي هرمس انت عارف انفستمنت بانك ضخم جدا، عنده بروكرج وعنده شرح لهم ب 50,000 جنيه يعني هو مركز، اي اف جي هرمس مركزه في حته معينه. ده ما يمنعش ان انا توقعاتي يعني ان هي هتعمل بنتريشن الحته دي قريب، لكن ازيموت حطت البيز بتاعت الصناعه تمام. بلتون دخلت اشتغلت بشكل حلو جدا. سي اي كابيتال شركه مخضرمه وقديمه، الناس اللي فيها يعني ممكن اقعد اعد اسامي كتير في سي اي كابيتال، لان انا كنت سي اي بي زمان، فعارف معظم الناس الفيترنز القدام الموجودين في سي اي كابيتال. فشركه مخضرمه، دول الثلاثه اللي ظاهرين قوي في السوق يعني. كل الباقيين طبعا ناس محترمه جدا وقويه جدا بس انا بتكلم على شركات ليها روتس قويه، وشركات الاسيتس اندر مانجمنت عندها والاصول تحت الاداره احجامها كبيره. في شركات تانية طبعا مش هنكر طبعا دورها المهم جدا في السوق، زي مثلا الاهلي لاداره صناديق الاستثمار، الاهلي كابيتال تمام. الشركه عندها اسيتس اندر مانجمنت برقم يعني رقم اولمبي يعني زي ما بيقولوا. بس انا بتكلم على الناس اللي احدثت تغيير وطفره وانوفيشن في السوق، الثلاثه اللي انا قلت عليهم بالترتيب. طيب لو انا معايا فلوس وعايز احطها في ذهب، زي ما انت قلت كده 15 من 20% من فلوسي ان كانت هي ايه محتاجه تبقى في ذهب، ماشي. انا بقول 20 25% باختلاف بقى على اللوست يعني. احطها في صندوق استثمار ذهب ولا اجيب ذهب واحطه في البيت؟ والله الاثنين واحد. يعني بص انا شوف انا بقول لك ايه. طب ليه بقى الاثنين واحد؟ لانه ما هو انت خد بالك برضو، انت عشان تخرج من الصندوق ما انت بتدفع فلوس وفي طيب. فلوس اداره. حلو. طيب ممكن اسالك على حاجه؟ قول. وجاوبني عليها بصراحه. انت النهارده لو انا جيت قلت لك دي سبيكه ذهب، يعني انا جاي اهو دلوقتي بقول لك دي سبيكه ذهب يا بسيوني، وزنها 50 جرام، دخلت اشتريتها من محل اكس ده تمام،
هو الراجل اداها لك بايديه الشمال وانت خدتها بايديك اليمين، عملتها كده وقلت له لا يا عم انا عايز ابيعها، هتخسر ولا مش هتخسر؟ هخسر. هتخسر قد ايه تقريبا يعني؟ لا ما اعرفش نسبه، بس حسب نسبه الحته بتاعت العموله والحاجات دي كلها، والسبريد بتاع سعر البيع والشراء. حلو، ده احنا بنتكلم لحظيا. تمام، ليه؟ عشان انا برضو ما احترمتش الاصل الاستثماري اللي انا بتعامل معاه، الكلمه اللي انا بقولها دايما. تمام، فانا رحت اشتريت ذهب. لو حضرتك ما عندكش مشكله في حته الامان ان انت هتعرف تامن الذهب اللي عندك، انا بتكلم على كل السكيلز، الراجل اللي بيشتري جرام، وانا شفت بنفسي ناس بتشتري بالكيلو. حلو، فالراجل اللي بيشتري جرام والراجل اللي بيشتري بالكيلو هتروح تحطها في درج المكتب عندك، او هتروح تحطها تحت المرتبه ولا تحت البيجامه بتاعتك في الدولاب، ولا عندك خزنه، ولا انت راجل بتشتري بكميات كبيره واخد خزن في البنك، الاتنين بالنسبه لي واحد. تمام، ده ذهب وده ذهب. وبتكلم على الثلاث صناديق، وبرده تاني في صندوق فيهم الاكبر حجما اللي هو ايزي جولد. ايزي جولد اكبرهم، سبايك بيكبر بشكل حلو جدا دلوقتي، ذهب بتاع الاهلي برده بيكبر بشكل حلو جدا دلوقتي. الثلاث صناديق فيهم بعض الاختلافات، وفي صندوق كمان اللي انا سمعته اللي هو طلع بتاع مباشر، مش متاكد برده من المعلومه بس ما تابعتش الكلام ده خلال الفتره اللي فاتت. فانت عندك كمان 4 صناديق ذهب هنا النهارده في السوق، اكبرهم حجما ايزي جولد. حلو، هو نفس قصة السواق، أنا بروح أشتري مكانك وبأمن لك الدنيا، فلو ما عندكش مشكلة في الأمان اشتري ذهب. طيب إيه الحاجة التانية اللي صناديق استثمار الذهب بتوفرها لي؟ الفراكشنال باي والفراكشنال سيل. أنا لو اديتك 500 جنيه دلوقتي ولا اديتك 200 جنيه دلوقتي هتعرف تروح تشتري ذهب؟ لا. في الصناديق هتعرف تشتري ذهب. لو انت معاك السبيكه ال 50 جرام اللي انت لسه شاريها من المحل اكس في 20,000 جنيه، هتنزل تبيع السبيكه ال 50 جرام كلها عشان تحصل الفلوس اللي انت عايزها. صناديق الذهب لو حاطط فيها مليار جنيه وعايز تسحب النهارده 1000 جنيه هتعرف تسحبها بكل سهوله. لو حاطط المليار جنيه وعايز تسحبهم كلهم من الصندوق هتسحبهم بكل سهوله. الصناديق المصاريف عليها كمان ابتدت تبقى اقل، يعني حتى الصناديق اللي طلعت بعد ايزي جولد بيحاول، ولا عرفوا انه ايزي جولد اعلاهم لان اولا خد بالك ده اول صندوق طلع، صح، اول براكتس في السوق. تمام، واحنا بنقول هو اعلاهم بس هو اكبرهم يعني الصندوق. بس هقول لك حاجه بقى، سالت في مره حد يعني بدون ذكر اسماء يعني، وقلت له يعني هو انا لو بتريكومندي قدامي كذا صندوق استثمار ذهب اروح فين؟ قالت لي الاهلي. بقول لها ليه؟ قالت لي الاهلي بيعمل حاجه اسمها هيدجنج، بيعمل مش عارف بيسموها ايه، اللي هو انه مش كل يعني مش البرسنتج الاكبر، يعني ازمه تقريبا 90 او 95% 95% ذهب، الاهلي اقل، فهو حاطط جزء بس بيعمل هيدجنج لايه؟ ما هو الذهب، ما هو بيشتري 80% ذهب. تمام، عنده 20% كده ليكويد. تمام، كيس الذهب حصل فيه حاجه. ماشي، انا هكلمك بصراحه، ما هو صندوق سبايك وصندوق ذهب بتاع الاهلي الاثنين زي بعض بالظبط، يعني تقريبا نفس الفيتشرز ونفس التسعير ونفس كل حاجه. تمام، انا بالنسبه لي انا راجل بستثمر بكونسبت الذهب. انا والله مش حكايه ميال لايزي جولد عشان كنت ازيموت، بس في عرفي انا هنزل اشتري ذهب فيزيكال. تمام، انا نازل اشتري 10 جرام، اقول لا انا هشتري 8 جرام واخلي ال 2 جنيه ده فكر انا، مش ده الفرض اللي لازم يبقى موجود مع الناس. يعني اللي انت سالتها جايز يكون كلامها صح بالنسبه لفكرها او متطلباتها اللي هي عايزاها في الانفستمنت. تمام، هي شايفه ان ده كده انسب، لكن انا في وجهه نظري انا النسبه الاكبر اللي بيتعمل لها الوكيشن في الذهب او اللي بيتم استثمارها في الذهب تبقى اعلى، هتبقى افضل بالنسبه لي انا كمرشد. انا بتكلم على وجهه نظري انا الشخصيه. لو طلع صندوق بيستثمر بنفس النسب زي ازيموت هدخل فيه، يعني انا بحب اجرب الصناديق عامه، هدخل اجربه. بس انا بالنسبه لي الايديال بالنسبه لي دلوقتي هو بتاع ايزي جولد. في تعويم جاي؟ لا، ما خدتش ثانيه يفكر. ليه هعمل تعويم ليه؟ يعني هقول لك ليه بقى. عشان انا في ناس كتيره كده عماله تشير بوستات انه خدوا بالكم احنا الدولار بقى بحاجه و40 جنيه، ده فخ زي ما كان نزل في طيب استنى بس كم ايام ما كان قبل 2020 و2021 كان وصل ل 20 ومش عارف، وبعد كده نزلنا ل 15 75 15 مش عارف ايه بتاع، وهوب اتعور.
طيب اولا الوضع غير الوضع. يعني انا بشوف البوستات اللي انت بتتكلم عليها دي وفيها حته مش هقول صح، بس فيها حته بوليتكس شويه، او يعني من جولدمان ساكس والمؤسسات اللي طلعت تقارير انه الجنيه تقارير. متقدر باقل من قيمته. الناس خدتها ازاي؟ الناس خدتها من ناحيه حته الهوت ماني، تمام، وهشرحها في الاخر، يعني صح. خلينا نشرحها في الآخر. قالوا في كاش فلو كتير لهوت ماني علشان ده كده حاصل دلوقتي. بس انا اعمل تعويم امتى؟ يوم ما يبقاش عندي وفره في الدولار، تمام. طيب ما تيجي نتفرج بقى، ما تيجي نبص على الوضع دلوقتي. انت عامل رقم اولمبي في الصادرات الغير بتروليه، تمام، رقم بجد ما وصلتلوش. بتعمل ارقام حلوه جدا دلوقتي في السياحه. انت النص الاولاني جالك عدد سياح اكتر بكتير. خد بالك احنا لسه لا شغلنا لمتحف مصر كبير ولا لسه عملنا الكلام ده. فانت بيجي لك عمال تحقق ارقام اول تايم هاي جديده في اعداد السياح وفي دخل السياحه والكلام ده كله. عندك مصدر دخل اتقص منك جامد اللي هو قناه السويس، بس تعوض في اللي احنا قلناه، تمام. وعندك مصدر دخل عامل ارقام ابسط ما يقال عليها هي معديه الارقام الاولمبيه، اللي هو ايه؟ تحويلات المصريين في الخارج. حبايبنا بقى دول، يعني دول حبايبنا. انت عامل ارقام حلوه قوي، انت عامل ارقام كسر كل التوقعات. عشان الفلوس دي كانت خارج النظام المصرفي قبل التعويض. الله ينور عليك. وعجز ميزان تجاري بيقل، يعني انت العجز بتاع الميزان التجاري ما بين الدول وصل برضو الارقام لطيفه جدا. عندك استثمارات اجنبيه دخلت خلال الفتره اللي فاتت بارقام، احنا شفنا بعد راس الحكمه حاجات كتير جدا دخلت استثمار اجنبي مباشر، مش في هوت ماني، استثمار اجنبي مباشر بيور اف دي ايز، تمام. زي راس الحكمه، زي والناس برضو بتحسب راس الحكمه دي هم ال 35 مليار. لا الموضوع اكبر من كده بكتير. عندك راس بناس، عندك الاراضي اللي بتتخصص على السواحل، كمان دخلنا على السواحل الشرقيه دلوقتي، البحر الاحمر والكلام ده كله، غير المصانع اللي جت، غير البروتوكولات اللي بتتعمل. كل الكلام ده بيعمل كاش انفلوز بالعمله الاجنبيه. حلو. وبالتالي مش هلجأ لحته التعويم ديفالويشن. ليه؟ لان في وفره. احنا لسه لا اتكلمنا على صافي اصول اجنبيه في البنوك، تمام يا جماعه. احنا كنا سالب 27 ولا 29 مليار قبل ما الدولار يتعوم. احنا النهارده فوق ال 13 مليار. يعني انا ما شفتش اخر رقم كان كام. احنا صافي الاصول الاجنبيه لدى البنوك النهارده والبنك المركزي معديه 13 مليار دولار. احتياطي نقد اجنبي بيعمل ارقام كل شويه، بيعمل ارقام جديده، حتى لو بيسجل زياده طفيفه، تمام. هو بالنسبه لي بيسجل زياده، يعني حتى لو زاد ب 150 مليون جنيه، 180 مليون جنيه، 220 دولار قصدي، انا اسف، زاد ب 220 مليون دولار، 150 مليون دولار يزيد، بس بيسجل زياده. فانت عامل 48، انت خلاص داخل على 49 مليار دولار احتياطي نقد اجنبي. منهم هوت ماني تمام. قد ايه؟ الهوت ماني مش جوه الحته دي. يعني احنا بنتكلم على الحته بتاعت البيور هوت، حاجه هوت ماني في الحاجات الشورت تيرم. يعني اخر رقم انا كنت شفته كان في اواخر العشرينات، حاجه 20 مليار. تمام. الحته بتاعت ان الدولار بينزل عشان الكاش انفلوز العاليه في الوقت الحالي، دي حركه فورجيف ماي لانجوج، انا اسف، يعني حركه صايعه من المستثمر. تمام. انا النهارده الناس اللي بتشتغل في الهوت ماني بتشتغل ازاي عشان الناس تبقى فاهمه. انا معايا وهقولها بالشكل المبسط بتاعها خالص بقى، من غير لافرج اللي هو ال1 تو 1 او الكلام ده كله، مش هندخل في الحته دي. بسيوني النهارده معاه مليون دولار، قول امين. امين بس كده يعني. 10 مليون دولار صح. طيب 10 مليون دولار. خلينا نبسط الدنيا. مليون دولار رحت للبنك، وبرضه هنقول سعر مجازي 50 جنيه. لا انا مش معايا مليون، انا مش هروح للبنك لو معايا مليون او اشتري شقه يا واجيب عربيه. معلش بقى لو سمحت، انا قلت طموحاتي واحلامي بقى، معلش. طيب براحتك. طيب معاك مليون دولار، رحت للبنك قلت له يا بنك انا هديك المليون دولار دول، انا مستثمر اجنبي ورايح لهم بالبيجامه المستورده، تمام. لو النبي دي مصري، ما انا عارف والله، عارف ان انت بتشجع الصناعه المصريه. مصر الجديده وربنا بنحل في مصر الجديده. طيب فرحت اديت لهم المليون دولار، ادوا لك 50 مليون جنيه قدامهم. قلت لهم طب اشتروا لي بقى بيهم اذون خزانه. واذون الخزانه دي عشان برضه انا عمال ابسط في الارقام، بقولها مجازا مش بقول ارقام فعليه حقيقيه، بس احنا بنقول عشان نبسط. رحت اديت لهم ال 50 مليون جنيه وقلت لهم يا جماعه انا عايز استثمرهم في اذون خزانه سنه عشان اكسب عليهم 20%. حلو.
وبعد السنه لما تخلص الاصل بالفوائد بتاعته ادوهاني دولار. فانا رحت لهم بال50 مليون دولار 50 مليون جنيه، عملت عليهم 20% في السنه، فبقوا 60 مليون جنيه. رجعوا لي بقى يا جماعه الفلوس دي تاني دولار، فالمليون دولار بتوعي بقوا 1,200,000 دولار. لو سعر الدولار طلع في البروسيس دي ايه اللي هيحصل؟ المستثمر مش هياخد مكسبه كامل، لان لما حاجه اقسم بعد كده هقسم بقى ايه وقتها 55 مليون جنيه، انا عملت 10% مثلا او عملت 20%، 60 مليون جنيه على مش 50 جنيه بقى، على 55 جنيه، فهيكسب اقل. تمام. ولو سعر الدولار نزل هيكسب دولار اكتر. ما هي الفكره في حاجه بقى، يعني هو عشان بس نبسطها، انا لو معايا دولار انا الانترست ريت بتاعه مش زي اذون الخزانه، اذون الخزانه الانترست ريت بتاعها عالي جدا، فهو اوقع له انه يستثمر بالشكل ده. يعني ده للناس مش كل الناس بتشتغل كاري تريد، يعني ده حاجه اسمها كاري تريد. يس. مش كل الناس، في مؤسسات كتير في مصر على فكره بتشتغل كاري تريد، بس مش في الفئات الصغيره، مش في الحته بتاعت ال5000 دولار وال10000 دولار، لا ليها مينيمم تيكت سايز. الناس اللي بتتعامل باحجام كبيره في كاب طبعا بيبقى عليها، لانه يعني في مؤسسات حطها النهارده دلوقتي $1,000,000. ايوه، فعشان برضو ابقى واضح. ما هو خد بالك اللي هيجي الانفستور اللي هيجي من بره مصر ده مش هيجي ب 30 و 40 الف دولار، هو بيجي برقم. لا بس عشان الناس اللي بتسمعنا، في ناس كتير يقول لك ايه، طب انا معايا 5000 دولار انا عايز اشتغل في حته الكاري تريد دي. تمام. ما اعرفش في مؤسسات ماليه بتعمل الكلام ده بول ده او لا، يعني اللي هو بتجمع، بس ما اظنش ان الكلام ده بيحصل يعني. طب انا لو معايا 5000 دولار 2000 دولار ايا كان الرقم، سواء بقى انا محوشهم من شغلي بره مصر، سواء انا من الناس اللي كانت اشترتهم في عز ما كانت ناس بتشتري، كان فرح بقى كله بيشتري دولار، الفلوس دي معايا في البيت اعمل بيها ايه؟ اول حاجه تطلعها من البيت، يعني ده اول حاجه تعمل بيها ايه، تطلعها من البيت. ما حدش يعني كونسبت ان الواحد يشيل، حضرتك لو حطت الدولار بيتاكل كده كده، لان في معدل تضخم على الدولار. تمام. فانت حطيتهم في البيت دي قصه تانية، يعني الا لو انت واخدهم بقى ايه تحوط عشان بسافر او بعمل او الكلام ده كله، حاطط على قدك، لكن ما اروحش الاقي حد. يعني انا اعرف حد كان حاطط في البيت عنده يعني رقم من الدولار يخض يعني. كام؟ بلاش بقى عشان الحاجات دي بتتشاف يعني اونلاين او بتتشاف كتير، بس اعرف حد لا ما حاطط مبلغ كبير ضخم يعني. وانا ما مرشد يقول مبلغ ضخم، يعني هو مبلغ تمام، مش 100 ولا 200 ولا مليون، لا اكبر يعني. ف ان انا افضل سايبه في البيت، او ان انا افضل سايب الجنيه في البيت، او ايا كانت العمله، ده مش صح. انا دلوقتي بقى معايا 2000 دولار 3000 دولار دول، اعمل بيهم ايه علشان يحققوا لي عائد كويس؟ طيب وابيع واشتري ذهب ولا لا؟ يعني ايه تبيع وتشتري ده؟ عشان الدولار بينزل الناس شايفه انها كده بقت فلوسها بتخسر. فانا في المقابل الذهب ما خسرش، الذهب انخفض حاجه بسيطه، بس بيوازنوا زياده في السعر العالمي. بالظبط. حلو. طيب انا بالنسبه لي، وبرضو دي مش توصيه يا جماعه، كل الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه او اسماء الاسهم اللي انا قلتها او اسماء الصناديق اللي انا قلتها ليست توصيه للبيع او الشراء في الادوات دي. تمام. برضو عشان ابقى واضح في كلامي، بس انا بالنسبه لي انا كمرشد، الدولار والذهب وجهين بالنسبه لي لعمله واحده، وانا لو هختار الذهب في الحاجات الصغيره. تمام. بتكلم تاني في الحاجات في المبالغ الصغيره، 5 10 20 ألف دولار، حاجات الصغيره دي انا اروح للذهب احسن. تمام. ليه؟ لان احنا شفنا مؤشر الدولار خلال الفتره اللي فاتت، الهبد اللي قاعد عمال يحصل فيه، فالدولار بيضعف اجانست بقيه العملات في العالم كله، يعني قدام اليورو وقدام الاسترليني والفرنك السويسري، one of the most stable يعني currencies على مستوى العالم الفرنك السويسري. ونجيب على فكره لسه هقول عارف مين اللي قال لك كده، قال لك نجيب يعني. فنجيب ساويرس لسه قايل الكلام ده. فعلا it's a stable currency يعني قويه. كنت هقول ستيبل كوين كنا هنودي نفسنا في داهيه بنتكلم. ما بحبش اتكلم على الكريبتو كرنسيز ان بابليك يعني. فهروح لناحيه الذهب اكتر. تمام. لكن معايا دولار، وسائل استثماره هنا في مصر ليميتد جدا، ما بتخرجش بره اللي انا هقوله اللي جاي ده. فيعني ركز بقى معايا عشان هقولهم لك ايه بالترتيب. حساب توفير في البنك ده مش هيعمل لي حاجه، فيليه بعد كده ايه حته الشهادات النهارده بتعمل افريج 5.4%. صح. حلو. وفيها دوريات صرف عائد مختلفه، وحضرتك قاعد جواها 3 سنين، لانك كسرت هتتذبح يعني. يعني دغري. تمام.
طيب ويليها بعد كده الصناديق الاستثمار اليوميه اللي احنا قلنا عليها بتاعه البنك بتاعه بنك مصر، حلو، اللي هو صندوق يوم بيوم بالدولار الامريكي. فده هيعمل لي اقل من الشهاده، تمام، ومش زي الحساب. في حته الفلكسبيليتي ان انا ايوه اقدر اخش واخرج في اي وقت. بالظبط. فده هيعمل لي على حساباتي دلوقتي مثلا ايه 4%، 3.5%، 4% في الحته دي، تمام. يليهم صناديق الدخل الثابت اللي هو زي استحقاق اللي احنا قلنا عليه، يعني اللي انا لسه مكلم ازيموت قبل ما نبتدي تصوير، طالعين باصدار جديد للاستحقاق. ليه؟ لان اصدار استحقاق 2029 خلاص ايه اتقفل، فما بقاش فيه طلبات شراء تاني. يعني ايه استحقاق 2029؟ في حد سالني عليها من كام يوم. طيب هجاوبك عليها بس اما اكمل. حلو. تمام. دول كده في الفئه الامنه، كده في الحته بتاعت اللو ريسك. حلو. في حته هاي ريسك في البورصه المصريه. انا عندي 7 أو 8 اسهم بالدولار موجودين في البورصه المصريه، والشراء والبيع بتاعهم بالدولار والديفيدنس بتاعتهم بالدولار لو هو سهم بيوزع ديفيدنس. يعني على سبيل المثال لا الحصر وليست برضه توصية للبيع او الشراء، انت عندك قبضة مصرية كويتية، نايل سات، ماريدايف، بنك فيصل الاسلامي، البنك المصري الخليجي، كل الشركات دي ليها اصدارات بالدولار الامريكي موجودة على البورصة المصرية. واقدر على شركة التداول اللي انا بشتغل معاها، لو بتشتغل مع شركة تداول اوراق مالية، اقدر بكل بساطة اشتري الاسهم الدولار دي لو انا بفهم في تداول الاسهم دي. كده كل وسائل استثمار الدولار المشرعة والمقننة في مصر بالريسك ليفلز بتاعتها. غير كده اشوف بقى الفرصة البديلة بتاعتي ايه. لا احنا كل ده بنتكلم على المبلغ اللي بالدولار اللي معاك. اشوف الفرصه البديله بتاعتي ايه. لو انا عايز انوع بقى، كونفرت مصري، اقلب مصري واشتغل بيهم، وانا برضو لو حد سالني كرأي كمرشد، انا لا المصري يتقلب دولار ولا الدولار يتقلب مصري، معايا شويه مصري وشويه دولار استثمر الاثنين، تمام. او اقلبهم ذهب لو هم مبلغ صغير، لان في ناس بتبعت لي برضو على السوشيال ميديا يقول لي انا معايا 200 دولار ابيعهم واقلبهم ذهب. لو الحاجات الصغيره دي وانت مش محتاجه، تمام، اي زياده بعد كده هتحصل في سعر الدولار، هتحصل في سعر الدولار، هتحصل في الذهب، هتحصل في الذهب، فحطوه انت مش هتحس بيها كمان. بالظبط. احط فلوسي في ورقه ولا في معدن. انا احط فلوسي في معدن. يعني انا واحد من الناس بحب الذهب. يعني ايه استحقاق 2027 2029 اي كانت السنه؟ اما جينا طلعنا صندوق استحقاق، قلنا نطلع اصدار من الصندوق، يعني نسخه من الصندوق محدده المده. حلو. وقت ما انا كنت في ازيموت، ليه؟ عشان الصندوق ده بيستثمر في السندات المصدره بالدولار، السندات المصريه المصدره بالدولار في الاسواق. حلو. دي حاجه معموله للمستثمرين الاجانب، يعني وسيله من يورو بونز. يورو بونز بالظبط كده. ف في هو السندات محدده المده، بلاقي سندات هتخلص في سنه 2027، بلاقي سندات هتخلص في سنه 2029، بلاقي سندات هتخلص في 2030، 2031، 32 وهكذا. فبربط على سند، يعني ببص برضو الكلام ده مختزل يعني، بس احنا بنقوله بالشكل اللي هو المبسط بتاعه. بشوف ايه ده والله حلو، السوق عايز ايه، او المستثمرين اللي هيحطوا فلوس في الصندوق عايزين مده قد ايه. فوقتها ازيموت طلعت باستحقاق 2027، طلعت بيه في سنه 2022. فده كانه شهاده 5 سنين بتوزع عائد دوري ربع سنه، والصندوق ده دلوقتي شغال ب 10% عائد سنوي وما ينفعش تشتري فيه. ليه؟ لان هو طلع كلوزد، تمام، وهو هينتهي في 2027. السنه اللي بعديها راحت ازيموت مطلعه استحقاق 2025، ده بيستثمر في اليورو بونز اللي هتستحق في 2025. يبقى احنا كده ربطنا كلمه استحقاق، وده اللي هيخلص في شهر 10 2025، واللي هيخلص في 2029 نفس الكلام. هم على حد علمي هيطلعوا يا 30 31 حاجه زي كده يعني. اخر سؤال معانا، لو انا معايا فلوس وعايز استثمرها وقدامي اختيارين، صندوق استثمار وشهاده استثمار في البنك، أوكي. مين اكسب لي؟ سؤال صعب جدا واجابته طويله جدا. يلا. تمام، بس حدد انت عايز ايه. يعني في واحد يقول لي انا الاوبجكتيفز بتاعتي بيور انفستمنت. بيور انفستمنت ده يعني راجل عايز فلوسه تكبر، تمام، قيمتها تزيد. ما كله عايز كده. لا، في واحد بيبقى عايز دخل شهري. يعني في واحد يجي يقول لي انا عايز دخل شهري.
ليه بقول اجابه السؤال طويله؟ لان اللي معاه 50 غير اللي معاه مليون، غير اللي معاه 100، غير اللي بيجي له مرتب كبير، غير اللي مرتبه مش مكفيه، غير اللي وارث، غير كل واحد ليه طبيعه ماليه، ليه بصمه استثماريه مختلفه عن التاني. فانا اللي كان بيضايقني ان يلا احنا نمشي مع القطيع، كله بيشتري دولار يلا احنا ننزل نشتري دولار، كله بيشتري ذهب يلا كلنا نشتري ذهب. السياسه بتاعت القطيع في الانفستمنت دي من اكتر الحاجات اللي بتبوظ الاقتصاد، وفي نفس الوقت هتضرك انت اول واحد. تمام؟ طيب، فاقعد بورقه وقلم، اقعد اقول للبسيوني بسيوني انت دخلك كام في الشهر؟ يعني انت بتقول لي انا معايا 100,000 جنيه كانوا شهادات واتفكوا، فدخلك كام في الشهر يا بسيوني؟ تقول لي دخلي اكس. تمام؟ بيجي لك دخل من اي حته تاني هتقول لي او لا، ولو هتحدد لي الدخل اللي بيجي لك. ممكن يبقى عندك شقه متاجره بتجيب لك دخل الرنت بتاعها. تمام؟ طيب مصاريفك ايه يا بسيوني؟ اجي ابص على مصاريف بسيوني الاقيها حاجه بيزك خالص، حاجه مصاريف شهريه عاديه خالص، كهرباء وميه وغاز ومواصلات وبنزين وشويه اكل وشرب. بس في واحد تاني هبص عنده هلاقي اخو بسيوني بيعمل ايه؟ واخد كريدت كارد وبيدفع قروض وبيعمل كذا. فالاول لازم اظبط له الحته اللي جوه، لازم اظبط له الحته اللي موجوده بتاعه الكونسومشن او المصاريف. اشوف بقى هنقفل قروض قد ايه عشان الراجل يلحق يستثمر اي حاجه. ظبطت الحته دي، ابتدي بقى اشوف الاستثمار بتاعي، انا عايز شورت ولا ميديوم ولا لونج، عايز يعني قصير او متوسط او طويل الاجل. اشوف انا عايز منخفض المخاطر ولا متوسط المخاطر ولا مرتفع المخاطر. اي حاجه انا بذاكرها واقسم حاجتي عليها، التقسيمه اللي احنا كنا قلناها. لكن لو انا في احتياج لدخل شهري، مش هندخل بقى في حته اللايف كوتشنج ودور على شغل يديك مرتب اعلى او طور من نفسك عشان السكيلز بتاعتك تجيب لك فلوس والكلام ده كله. مش عايزين ندخل في القصه دي، احنا بنتكلم على الحاجات اللي موجوده دلوقتي، اللي احنا الارض اللي احنا واقفين عليها. اذاكر الانكم فيرسز الاكسبنسز، ودي اول حاجه بعملها مع اي حد بقعد معاه يجي يقول لي انا هعمل ايه. اساله طيب قول لي في دخل ولا لا؟ تصرف قد ايه؟ عندك شهادات ولا لا؟ عندك ذهب ولا لا؟ عندك عقار ولا لا؟ ولو عندك اي حاجه تقال لي عليها طب قول لي بقى دي الماتيوريتيز مثلا بتاعت الشهادات بتاعتها كام؟ الموضوع والله مش معقد، الموضوع بسيط، بس انت محتاج يبقى عندك النوليدج بتاعت الحاجه اللي موجوده عندك. انا في ناس بسالها النهارده حضرتك عندك ذهب مثلا قد ايه؟ يقول لي انا شاري ذهب ب 150,000 جنيه مثلا. فيطلع ان هو كان شاري الذهب ب 150,000 جنيه ده من 8 سنين، فقيمته النهارده بقت رقم كبير جدا. طب انت عندك كام جرام ذهب؟ 24، ما يعرفش. فلازم تبقى عارف الحاجه اللي تحت ايديك، وكل واحد ليه اهداف مختلف. تمام؟ مش هنكر دلوقتي ان احنا في وقت حساس جدا بالنسبه الشهادات اللي موجوده في البنوك، لان الدايركشن بتاع معدلات اسعار الفايده ان هو رايحين لسه عمال تقل. فان انا اقتنص ان انا ابقى ضامن 3 سنين في الحته اللو ريسك بتاعه الفيكسد انكم او بتاعه الشهادات اللي بتجيب لي باسيف انكم كل شهر، ده وقتها دلوقتي حلو. والوقت الحالي بالذات لو احنا بنتكلم، احنا في شهر خلاص داخلين في شهر احنا في شهر 8 2025. الفترة اللي جاية بتاعت كاش اكتر. يعني انا دايما كنت عدو الكاش اللدود في الفترات اللي فيها انفليشن عالي. كنت بقول كلمة الناس كلها عارفيني بيها، كاش ستراش. الكاش ملهوش قيمة، فلوسك في اصول، سواء اصول متداولة او حاجات تانجبل زي عقار او كده، احسن بكتير. بس احنا الانفليشن بيقل، والفتره اللي جايه في فولاتيليتي عاليه او اهتزازات عاليه جدا في الاسواق، فرايح لحته الكاش اكتر. نروح بقى مع المقوله بتاعت كاش سكينج، القرش صياد بالاسلوب الشعبوي يعني. القرش صياد، اللي معاه يقول لك اللي معاه قرش يعني انت بقى بتاع الامثال يعني. الناس اللي معاها فلوس دلوقتي هي اللي هتدخل تصطاد. القرش صياد. الفتره اللي جايه خلي الفلوس بتاعتك في حاجات ليكويد فييكلز اكتر، او ادوات ماليه قابله للتسييل بشكل سريع، احسن بكتير. والنصيحه الاخرانيه للناس اللي بتستثمر في عقارات بالكد او بتدخل في يونتس كبيره قوي، لو هي مش حاجه حضرتك هتقعد فيها او مش ستايلك، كسرها ليونتس صغيره.
كسرها اسهل في البيع كمان، لانه الكبير التاني ده بالظبط. بيبقى تقيله قوي. وينفع الحاجات الاصغر بينفع تتاجر بسهوله بالظبط. جدا، وينفع تتباع باسهل من العقارات الكبيره. وده اللي انا ابتديت اتبعه مع الانفسترز اللي انا بشتغل معاهم، اصدقاء وناس اعرفهم كويس. ابتدينا نكسر الحاجات الكبيره قوي، اللي هو هتلاقي واحد عنده بروبرتي مثلا ب 40 مليون 50 مليون 100 مليون، يبتدي يكسرها على يونتس اصغر، يروح للمساحات الصغيره واليونتس اصغر، لان هي بتبقى مور اتراكتيف اكتر. واللي بفوجئ بيه كمان من الناس اللي موجوده هتجيب له معايا، ييلد رنت اكتر. يقول لي لا، انا كان حد من الناس يعني اصدقائي القريبين جدا، كان عنده بروبرتي فعلا معديه ب 80 مليون، كسرها لشقق اسكان متوسط. انت متخيل بقى هو اشترى كام يونت؟ اشترى كومباوند. يعني اشترى كومباوند. نزل على حدائق اكتوبر وعلى الشيخ زايد هنا وعلى القطاميه والحتت دي، اشترى اليونتس اللي هي بتاعت الاسكان المتوسط، اللي هي ال 65 متر و69 متر، عملها تشطيب فندقي حلو جدا، وفي حاجات منها بيأجرها بالدولار، وفي حاجات بيأجرها فترات طويله جدا. فالراجل عامل شغل حلو قوي. مش هيحقق له نفس الابريشيشن بتاع الاسيت، يعني مش نفس النمو، بس هو الاوبجيكتيف بتاعه ريل استيت انفستمنت، يجيب لي باسيف انكم او رنتال ييلد كل شهر، وفي نفس الوقت الليكويديتي ريسك يبقى اقل بكتير. ده اوبجيكتيف. فمن الرغي الكتير اللي احنا قلناه، عشان بس نختصر، الناس ممكن تكون عشان ما تزعلش. تمام، الناس ممكن تكون تاهت مننا شويه. اقعد ذاكر حاجتك واحتياجاتك بالظبط، وعلى قد الحاجه اللي انت عايزها هتلاقي لها حاجات. مرشد، محفظته الاستثماريه متقسمه ازاي؟ برسنتجز. ده اخر سؤال. الله يسامحك يا بسيون. اي خدعه. ده اخر سؤال. طيب انا راجل بحب انا راجل بتاع ريسك. يعني انا دايما حتى كنت بقولتها، بحب اخدها من عبد الله سلام، نو ريسك نو رزق. تمام. وانا بحب التريدنج، فانا بشتغل الاغلبيه اكتر في الاسهم. تمام، بشكل اكتف وبشكل باسيف. يعني ايه؟ يعني عندي محفظه اسهم صغنونه جدا ومش كبيره يعني الحمد لله، وعندي فلوس حاططها في صناديق استثمار، حاطط في ايزي او بصراحه، وحاطط في 100 عشان برضو، وده والله مش اعلان، انا بتكلم اللي انا حاطط فلوسي فيهم. ايزي فورس ازيموت و100 بتاع بلتون، وده لسه داخل مجربه قريب وعجبني يعني. ذهب تمام، بنفس النسب اللي انا تقريبا قلت عليها، بس البورشن الاكبر في الحته بتاعت الاسهم. يعني انا تقريبا حوالي 60 او 70% من اجمالي محفظتي رايح ناحيه الاسهم اكتر. ما بحبش لقطه ان انا اجمد فلوس في بروبرتي او في حاجات زي كده، بس رايح للحته دي قريب بالطريقه اللي انا بقول لك عليها، اللي هو اكسر الحاجات الكبيره ليونتس صغيره. هل لديك اقوال اخرى؟ لا والله، انا اكتر كرسي اعتراف قعدت عليه هو النهارده. يعني انا كنت خايف من البودكاست اللي انا طلعته قبل كده مع احمد رشاد في بزنس بالعربي، قعدت قدامه قلت كلام مرسل قوي. انت بقى قاعد بتقطع، عارف اللي هو ايه، احنا هناخد من الحته دي وهناخد من الحته دي، وسالتني اسئله ما فيش حد سالها لي قبل كده. اي خدعه. بس عجبتني بصراحه. نورتني يا مرشد حبيبي. ولو عندكم اي سؤال تاني بقى في اي حاجه تخص صناديق الاستثمار او الاستثمار في المطلق، سواء في بورصه سواء في عقارات سواء، الحلقه دي هتنزل بالاشتراك مع مرشد ان شاء الله. مش الحلقه الطويله، الحلقه الطويله كده هتنزل لوحدها، بس هناخد بقى الايه، حاجات الصغننه كده نحطها على فيسبوك وانستجرام. عندكم اي سؤال باي شكل من الاشكال اكتبوا لنا في الكومنتات، وانا ومرشد نرد عليكم ان شاء الله. ماشي زي الفل. نورتني يا بيه. تسلم يا حبيبي. يلا.